كشف مصدر سوداني مطلع عن كواليس اجتماع سري وعاصف عقد قبل أيام في أبو ظبي استدعى فيه مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان ديجيلو حميدتي إلى مكتبه بشكل عاجل. وبحسب المصدر فقد بدت علامات الغضب الشديدة على وجه رجل الظل الإماراتي نتيجة الهزائم المتلاحقة التي منيت بها الميليشيا على الأرض في الآونة الأخيرة، في مقابل تقدم الجيش السوداني وسيطرته على المزيد من المناطق الاستراتيجية. وخلال هذا اللقاء الذي يجسد طبيعة علاقة الآمر والمأمور بين الطرفين، وجه طحنون تكليفات صارمة لحميدتي بضرورة ترتيب الصفوف الداخلية ونبذ الخلافات المتصاعدة بين قادته، وأحكام السيطرة لضمان عدم حدوث انشقاقات إضافية قد تعجل بالانهيار الشامل لمنظومة الدعم السريع. وفي مقابل هذه الالتزامات التنظيمية، وعد طحنون بن زايد بضخ شريان حياة جديد للميليشيا عبر زيادة وتيرة تهريب الأسلحة والذخائر والمعدات النوعية، وتوسيع خطوط الإمداد اللوجستي لتشمل استخدام مطار نيالا بشكل مكثف إلى جانب الطرق البرية الأخرى، في محاولة لتعويض الخسائر الفادحة التي تلقتها الميليشيا. من جانبه اعترف حميدتي خلال الاجتماع بالوضعية الحرجة التي تعيشها قواته، مؤكد لطحنون بن زايد أن ميليشياته باتت في مسيس الحاجة إلى دعم عسكري وسياسي عاجل من دولة الإمارات في هذه المرحلة الدقيقة، لضمان ميل ميزان القوة لصالحها مجددا في مواجهة قوة الجيش السوداني المتصاعدة، والذي بات يحظى بدعم كبير من بعض الدول الإقليمية. هذا الاستدعاء العاجل والغضب الإماراتي في الغرف المغلقة يكشف أن المشهد الدموي الذي يشهده السودان اليوم ما هو إلا النتيجة الحتمية لمشروع استراتيجي طويل الأمد هندسه طحنون بن زايد كجزء من استراتيجية أبو ظبي الأوسع للهيمنة الإقليمية واستنزاف ثروات القارة الإفريقية. ولم تكن سيطرة الإمارات المطلقة على قرار حميدتي وليدة الصدفة، بل بدأت عبر شبكات استئجار المرتزقة وعمليات الغرف المغلقة التي يعود تاريخها الموثق إلى سنوات، حين سجلت زيارة غامضة وسرية قام بها طحنون بن زايد إلى الخرطوم، أثارت في ذلك الوقت عاصفة من الغضب والتساؤلات على منصات التواصل العربية والمحلية حول دور الإمارات في إذكاء الصراعات الإقليمية. وكان طحنون يسعى في ذلك الوقت لإغاثة حليفه في الشرق الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعد الهزائم المتتالية التي مني بها، حيث كشف حقوقيون وناشطون أن مغزى الزيارة كان الاستعانة بمقاتلين سودانيين وجلب مرتزقة الجنجويد للقتال في ترهونة وجبهات ليبيا تحت غطاء الهدن الإنسانية لالتقاط الأنفاس وإعادة التزود بالذخائر، وهو تماما ما يكرره طحنون اليوم عبر محاولة إعادة ترتيب صفوف الدعم السريع المترنح في السودان. ويمثل هذا التكتيك التاريخي النموذج التشغيلي الثابت لطحنون بن زايد الذي يقوم على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية للدول النامية لشراء الولاءات واستخدام قوات الدعم السريع كخزان بشري للمرتزقة عابر للحدود، مع التوظيف السياسي للمال والأمن وراء الكواليس دون الظهور في الواجهة، وهي ذات السياسة التي أدارت بها أبو ظبي ملفات مماثلة في اليمن عبر دعم الميليشيات الانفصالية في الجنوب لحساب أطماعها البحرية واللوجستية. ومع مرور الوقت شهدت هذه العلاقة تحولا دراماتيكيا انتقلت فيه قوات الدعم السريع من مرحلة التأسيس والتبعية كمؤسسة تجارية تصدر المقاتلين لصالح طحنون في جبهات اليمن وليبيا مقابل تدفقات مالية ضخمة بالدولار والذهب أودعت في حسابات شركات واجهة في دبي، إلى مرحلة الانقلاب والسيطرة التي تحول فيها حميدتي إلى وكيل محلي مدعوم بالكامل للسيطرة على السودان وموقعه الجيوسياسي وموارده وثرواته. ولم يعد الدعم الإماراتي مجرد تسهيلات مالية، بل تحول إلى مظلة تسليح ودبلوماسية متكاملة خرقت بها أبو ظبي حظر السلاح الأممي، حيث أكدت التحقيقات الدولية الموثقة ولجان الخبراء في الأمم المتحدة تدفق شحنات الأسلحة الصينية المهربة والمسيرات المتطورة عبر مطارات أم جيرس وتشاد وبنغازي، لتنضم إليها اليوم وعود طحنون الجديدة بفتح مطار نيالا كخط إمداد مباشر لحماية الميليشيا من السقوط. ويرى خبراء أن المحرك الأساسي لهذه الاستماتة الإمبراطورية من جانب الإمارات يتجاوز البعد العسكري إلى أطماع اقتصادية وجيوسياسية مرعبة، فالإمارات تدرج السودان ضمن استراتيجية الإمبريالية الإقليمية الجديدة التي تقوم على الاستخراجية والتهجير. وتسعى أبو ظبي لإحكام قبضتها على مناجم الذهب السودانية التي يتم تهريب إنتاجها بشكل شبه كامل إلى أسواق دبي لتمويل آلة الحرب،
بالتوازي مع مخططات السيطرة على الموانئ البحرية على طول البحر الأحمر ضمن صفقة ميناء أبو عمامة، والسيطرة على الأراضي الزراعية الشاسعة لتأمين أمنها الغذائي على حساب تجويع وتشريد الشعب السوداني. والعودة إلى أرشيف التفاعلات السودانية تكشف أن النخب الواعية كانت تدرك مبكرا المخطط الخفي لطحنون بن زايد، وهو ما تجسد في تحذيرات النشطاء لحميتي آنذاك بضرورة عدم ترك الوطن رهين عند الخارج، وعدم تحويل أبناء السودان لأدوات ارتزاق وتصدير، وهي النبوءة التي تحققت بحذافيرها اليوم بعد أن تسبب هذا التحالف في تشريد الملايين وإحداث أكبر كارثة إنسانية في العالم. وتصر دولة الإمارات على نفي صلتها الرسمية بالصراع، وتدعي تقديم المساعدات الإنسانية من خلال واجهات دبلوماسية، إلا أن الاستدعاء الأخير لحميتي وتوبيخه في أبو ظبي بالتوازي مع التقارير الأممية والأدلة الميدانية تفضح زيف هذه الادعاءات، وتؤكد أن أبو ظبي وظفت منظومتها المالية واللوجستية كغطاء لتغذية الحرب. ولا يمكن فهم الدور الخفي لطحنون بن زايد والسياسة الإماراتية العامة في حرب السودان بمعزل عن عقلية صناعة الملوك بالوكالة التي تنتهجها عائلة آل نهيان في إفريقيا والشرق الأوسط. فما يشهده العالم اليوم من محاولات محمومة لإنقاذ الجنجويد ما هو إلا محاولة شرسة من أبو ظبي لحماية استثمارها الأمني والمالي الأكبر، وضمان بقاء السودان حديقة خلفية لنفوذها، حتى لو كان الثمن إحراق الدولة السودانية بالكامل ومحو مؤسساتها الوطنية. ولم تكن قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحريك مسرح العمليات العسكرية في السودان وليدة الصدفة، بل جاءت نتاج استراتيجية تمدد هادئة وصبر جيوسياسي طويل لإمبراطورية الموانئ والظل في منطقة القرن الإفريقي والساحل. فمنذ مطلع الألفية الجديدة صاغت أبو ظبي عقيدة أمنية واقتصادية تقوم على تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية والسيطرة على المنافذ الحيوية الممتدة من الخليج العربي عبر مضيق باب المندب وصولا إلى البحر الأحمر. وفي هذا المخطط يمثل السودان بساحله الممتد على طول البحر الأحمر ومقوماته الزراعية اللامتناهية الجائزة الكبرى والدعامة الأساسية لتأمين الأمن الغذائي والبحري لدولة الإمارات في العقود المقبلة. وقد تلاقت هذه الأطماع الاستراتيجية مع الصعود الاقتصادي والعسكري السريع لمحمد حمدان ديجيلو حميدتي وقوات الدعم السريع عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019. ومن خلال السيطرة على جبل عامر ومناجم الذهب في دارفور، أوجد حميدتي خطا ائتمانيا مباشرا مع أسواق دبي، حيث تحول الذهب السوداني المهرب إلى المحرك الأساسي للاقتصاد السري للميليشيا. في المقابل غدت شبكة الشركات الواجهة التي تتخذ من دبي مقرا لها، مثل شركة رادف للخدمات العامة والشركات الأمنية الأخرى، الواجهة المالية واللوجستية التي تدار من خلالها مشتريات الدعم السريع من الأسلحة والمسيرات وسيارات الدفع الرباعي، وحتى دفع رواتب المقاتلين والمرتزقة. أما على الصعيد الميداني فقد وظفت الإمارات تحت إشراف طحنون بن زايد شبكة معقدة من الوكلاء الإقليميين والدول الحليفة لبناء خط إمداد لوجستي محكم يعبر الحدود الغربية والشمالية للسودان، وشكلت القاعدة العسكرية الإماراتية في جرس داخل الأراضي التشادية إلى جانب مطار نيالا في جنوب دارفور الشرايين الحيوية التي تتدفق من خلالها شحنات الأسلحة الصينية والروسية المتطورة تحت غطاء المساعدات الإنسانية والمستشفيات الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي. ولم تقتصر الشبكة على تشاد فحسب، بل امتدت لتشمل التنسيق مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا ومجموعات فاغنر الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، مما خلق طوقا عسكريا محكما يحيط بالسودان من الغرب. هذه الخلفية المعقدة من المصالح المالية وشبكات التهريب والتحالفات العابرة للحدود هي التي جعلت من الإمارات الممول والمحرك الفعلي لآلة الحرب، ومكنت طحنون بن زايد من ممارسة نفوذ مطلق خلف الكواليس لإدارة الصراع وتوجيه مساره.